السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن توبيك بسيط جدا جدا وهو الكومنت. يعني ايه الكومنت وازاي بستخدمها في السي اس اس وايه دواعي ان انا ممكن استخدمها اساسا. يعني ايه كومنت؟ الكومنت بكل بساطه كده انا بكتب تعليق معين او توجيه معين او ايا كان انا هكتب ايه، بس البراوزر بيتجاهل ده تماما، يعني مش هنقدر نشوفها. يعني انا دلوقتي فاتحه كده زي ما انتم شايفين كاتبه كومنتس ان سي اس اس، بس لونها اخضر، يعني لونها مختلف كده عن اللي احنا بنكتبه. يعني لو انا رحت شلت الكومنتس ده، بصوا كده، المفروض يديني ايرور لان ده مش شكل ستايلنج احنا بنكتب بيه، ومع ذلك هو حتى مدي ايرور اهو. لكن انا لما بعمل الكومنت ده البراوزر في الوقت ده مش بيشوفه اساسا ومش بيطلع لي في الاوتبوت. طيب ايه لازمه ان اعمل كومنت؟ يعني هو كده كده البراوزر مش هيشوفه، يبقى معنى كده انا اللي هشوفه، يبقى معنى كده الديفلوبر هو اللي هيشوفه. يعني انا كديفلوبر انا اللي كاتب الكود هشوفه واعمل بيه ايه. يعني صراحه الفايلز بتاع السي اس اس ممكن يكون كبير جدا وتكون الصفحه بتاعتك كبيره جدا، فانت عايز تقسم وتقول والله الستايلز اللي فوق دي خاصه مثلا بالبادي، الستايل اللي فوق دي مثلا خاصه بالاباوت اس، الستايل اللي تحت ده السكشن مش عارف الفلاني. فانت عمال تقسم الستايلز بتاعتك لان انت ممكن يكون فايل الستايلز ده معدي ال1000 سطر مثلا. ففي الوقت ده انت عشان الدنيا ما تبقاش سايحه عندك وعايز تغير في حته معينه في ستايل معين، اول ما هتجري تروح تبص على الكومنت هتلاقي ان انت ايه، ده الستايلنج الخاصه بالسكشن الفلاني، فهقدر وقتها اروح اعدل على طول. يبقى ده اول حاجه، ان انا بقسم لنفسي الفايلز بتاعت السي اس اس. تاني حاجه بستخدمها هي ان انا مثلا في كود انا كنت عامله ومش محتاجه دلوقتي، بمعنى والله العميل قال لي ايه، قال انا عايز الاتش 1 عايز الكلر بتاعه بلو. طبعا الامثله اللي احنا بنكتبها دلوقتي سهله وبسيطه، فانت ممكن تقول لي عادي يعني ابقى امسحها وارجع احطها. لا، بعد كده هنلاقي ستايلات بتبقى معقده شويه وبتكتب كود شويه حلوين، فلما العميل بيجي يغير رايه مثلا يقول لك لا والله انا مش عايزها، فساعتها انا ما بمسحهاش، لا انا ولا زمايلي اللي شغالين معايا محدش هيمسح الكود ده. امال بنعمل ايه؟ بنعمل له كومنت ونعمل له الستايل الجديد اللي هو عاوزه. لا ربما هو يرجع بعد شويه يقول والله يا جماعه الستايل اللي انتوا كنتوا عاملينه قبل كده هو اللي كان عاجبني، ممكن نخليه هو. هتتدلع هديك بالقلم على وشك. انا مش في حضانه. فانت تجنبا لاي حاجه او لاي مشكله انت بتروح تعمل ايه للستايل، بتروح تعمل له كومنت بحيث ان انت مش ترجع تعمله تاني من الاول وجديد. بقى خلاص انا كنت كاتبه مره واخدت وقتي فيه، فبدل ما ارجع اعيد الشغل من الاول وجديد انا كل اللي انا هعمل له كومنت، احتاجناه هرجعه، طب ما احتاجناهوش تبقى مساحه بقى قبل ما نطلع برودكشن. يعني قبل ما نرفع الويب سايت بقى للعملاء نمسح اي كومنت ملهوش اي لازمه. يبقى انا كده قلت لك استخدامين للكومنت بتاعنا. اول واحد ان انا بقسم السي اس اس بتاعي، تاني حاجه انا بعطل كود معين لفتره معينه، والله احتاجناه هنسيبه ما احتاجناهوش هنمسحه. تالت حاجه بشرح ستايل معين لانه معقد شويه. يعني مثلا مطلوب مننا ستايل، احنا ما بيبقاش واحد بس اللي شغال على المشروع، ممكن يكون اكتر من واحد شغال. طيب فصاحبك دلوقتي هو بيقرا الكود او جاي يعدل في حاجه فلقى فيه كود كده هو مش فاهمه او مش فاهم ده بيعمل ايه عندنا في الصفحه، فانت بتبقى كاتب زي كومنت كده علشان توضح له وتوضح لك انت برضو، لان انت بتيجي بعد فتره من الوقت تيجي تبص على الكود ما بتفتكرش انت كاتب ده ليه. انت مش هتفتكر، يعني تعالى كده بعد شهرين 3، يعني مش هقول لك بعد سنه، بعد شهرين 3 بص على الكود مش هتفتكر انت كنت عامل ده ليه، الكود ده كان بيعمل ايه. فبنكتب لنفسنا كومنت كده بسيط نوضح ده بيعمل ايه، بيخلي الحاجه في النص، بيخلي فيه ستايل مثلا حركه معينه، بكتب انا ده كله في الكومنت. طبعا ما تكترش في الكومنت خالص. وتاني حاجه لما تيجي ترفع البروجكت بتاعك على البرودكشن لازم تتاكد تماما ان انت ماسح اي كومنت ملهوش اي لازمه. بس كده كانت السيشن بتاعتنا النهارده بسيطه جدا. باي باي.